الو. ايه وش عامله ايه؟ ماما فين؟ لا في مشكله معايا. ايه؟ طب انتهى كده، اديها التليفون خليها تكلمني تقف في شبكه. بتتكلم في التليفون على زي ايه؟ بتتكلم في التليفون. طب بقول لك ايه؟ يا باشا مش هينفع اللي انت بتعمله ده، انا مش عارف انت بتكلم مين اصلا. كنت ماشي سيبه يا عم ماشي، مش مفيش مشكله وفي الاخر هترجع برضه. انزل معايا مش هسيبه. واحنا بنهزر خبطت في كشك في باترينا ما يكلم اللي يكلمه يا باشا، مش هسيبه، مش هينفع الكلام ده. ايه؟ عيب انا بكلمه، عيب بيسيبني ويتكلم في التليفون. مش سامعك. بتقول ايه؟ بقول لك ماشي انا وريفو بنهزر مع بعض في الشارع، فخبطت في ثلاجه فيها كنز وبيبسي وكده، كلهم وقعوا وكسروا. انت بتكلم مين بس الاول يا صاحبي؟ بيقول لي البضاعه دي تقديرها 3000 جنيه وعايزينهم يا اما نشغلك معانا. عايز يكلمك. هو عايز التليفون اصلا مش راضي اديهوله. قول الله. اهو والله خد اهو. مامتك ولا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. طيب حضرتك دلوقتي ابن حضرتك كان ماشي هو واصحابه، انا صاحب الكشك اللي في الزمالك قدام البنزينه. حضرتك ابن حضرتك ماشي خبط الثلاجه بتاعه البيبسي، وقع الثلاجه كلها على الارض. الثلاجه دي كان فيها حاجات غاليه جدا، احنا قدرناها ب 3000 جنيه. فدلوقتي اما حضرتك تبعت لنا الفلوس فودافون كاش، يا اما نتخذ اجراء قانوني معاه، واحنا كده كده هنشغله بالفلوس. يعني لو حضرتك مش عايز تبعت الفلوس احنا ممكن نشغله بيهم في المكان، احنا كده كده عندنا نقص في العمال. طب ماشي بالراحه، مش كده بالراحه كده يبقى في ثقه. ما انا حضرتك بكلمه بالذوق سابني ومشي. لا اكيد لو سمك مش ما كانش واقف يكلمني يعني. وجهه نظر برضه. طب حضرتك ايه العمل دلوقتي؟ طب ما خليه يكلمني، طيب يصور لي منظر الثلاجه اللي وقعت دي يدوري. حضرتك مش مصدقاني؟ يعني حضرتك بتكدبيني؟ انا ما كدبتكش، بس انا عايز اسالك. يعني هي الثلاجه وقعت جرافيك حضرتك وهو يعني بيكلم حضرتك كده؟ انا مش فاهم برضه، يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ مشكلتك يا حبيبي اخويا، حضرتك ايه مشكلتك في كده؟ مشكلتي في ايه؟ ما الحاجه وقعت حضرتك، احنا لميناها خلاص. احنا الموضوع ده بقاله ربع ساعه حضرتك. يعني اجيب الحاجه تاني ونكسرها تاني حضرتك عشان تصوري الصوره يعني؟ ياه، طب ما بتقولي ان الحاجه واقعه ومتكسره في الارض. ايوه حضرتك، ما اتكسرت في اثار بقى حضرتك، ممكن يصور لك البيبس وهو مدلوق. طب اديني يا اخويا ماشي. طب اتفضلي حضرتك. الو. ان شاء الله تكلمي الوزير بقى. ايه يا حبيبي؟ حاجه هترجع. ايه؟ ايه؟ انت بتقولي بجد يا مصطفى؟ ايه؟ بتقولي بجد؟ يا امام بتكلم بجد. طب صور لي صورة الثلاجة اللي واقعة على الأرض دي. التلاجة هم رفعوها، ما فيش غير البيبسي اللي مدلوع على الارض ولموا الازاز. طب وريني صورة الحاجة اللي واقعة على الأرض. الله. حضرتك انا قلت له ابعد عن الريد بول غالي، امسك في الكنز، امسك في البيبسي. يعني انا 100 مره اقول له يا ابني ابعد عن الريد بول، الريد بول غالي يا جدعان، ازاي ب 50 جنيه؟ الو. انت فين يا مصطفى؟ انا في الزمالك يا امي. يا عم كان في ازازه ستنج هموت واشربها اصلا. يا امي مفيش شبكه عندي. ايه؟ لا بصي، هو عايز بيقول لي هتحولي 3000 جنيه حد يحولهم لك يا اما تشتغل معايا. بص في حاجات تانية يعني شكلها هتتكسر دلوقتي، فخليهم 3.5 احتياطي يعني. بيقول لي في حاجات تانية. اعمل حسابك في فلوس زياده. بص بيقول لي ممكن ثلاجه تانية تقع تتكسر، فخليهم 3.5. هات خمسه واحنا هنمشي الدنيا. بيقول لي خليهم 5 عشان ممكن حاجات تانية تتكسر. طب يا مصطفى ماشي، قول لي انت بتمشي الزمان بتاع يا مصطفى انا هجيلك. يا حبيبتي لا من غير ما تيجي. طب بصي هقول لك، اصل هو كان عمال يقول لي اخبط في الريد بول بلاش البيبسي، اخبط في البيبسي بلاش الريد بول. الريد بول غالي. هو دلوقتي بيقول لي لو كنت وقعت البيبسي كان هيبقى عادي. انت بتهزر. ايه يا امي؟ انت بتهزر. لا يا امي مش بهزر، انا بتكلم بجد. وحياتي عندك. بتكلم يا امي، هو في هزار في الموضوع ده؟ والراجل سامعني وانت عماله تشتميني. طب مش قول وحياتي تبقى هم اللي بطلوا من الهم. يا باشا اهله نفسهم مش معترفين بيها، يجيبوا فلوس منين؟ واقف عمال يتكلم الظابط. مين مش معترف بيها؟ متخلف انت. اهو واقف عمال يقول للظابط اهله مش معترفين. شكرا لحضرتك، مش شكرا. عايزين يدفعوا فلوس. اقفل بقى المكالمه دي بقى، انا هتخذ اجراء قانوني بقى في الموضوع ده. الو. احنا نروح القسم. ايه يا امي؟ انت فين يا مصطفى؟ انا في الزمالك. شو معاك؟ ايه لا شروق عندها مشكله في البيت. طب خلص كلام، انت فين طيب؟ انا في الزمالك والله. ابعت يا احمد، هات لي الرجاله يا احمد، هات الرجاله بالعصيان والشوم والسكاكين يا احمد. قفلت؟ رن عليها قول لها ان هو مقلب، عشان كده بجد هتتخض. هتشتمك، انا ماليش دعوه. انت هتتشتم على فكره. يا اسطى انا عملت المقلب ثم تقطع عليا.
صدقني بس هنقول ان هو مقلب بس. لا كده ممكن تيجي بجد بكلمها. بس ليه عنيفه كده؟ ما حدش هرش المقلب ليه يعني؟ ليه يعني؟ انا قلت هتهرشه وعمال اهزر وانت تقول ريد بول وقلت هتجيب المقلب هتجيب المقلب. كنا مسكنا في البنات احسن. ما هي عارفه ان انا بهزر بس مش عارف. الو ايه يا مصطفى؟ ايه يا امان فين ماما؟ ماما دخلت في البلكونه. نعم. اديها لي. بتتكلم في التليفون ماليش دعوه. انا هرن عليها خلاص. ماشي سلام. نزلت؟ اي ماليش دعوه لا. قالت لي ماليش دعوه. مش دعوه ايه؟ اكيد بتكلم حد. طب ما كنت تقول لها ان هو مقلب. قفلت. احنا الان في انتظار ان نعرفهم ان هو مقلب بس. انا حاسس ان هو هيتضرب النهارده لما اروح. انا ماليش دعوه. كلم اختك بسرعه قول لها ان هو مقلب عشان ما تجيليش. انا هجري انا ماليش دعوه. في ايه؟ اوعى تكون جت. لا تليفونها موجود. الهاتف المطلوب. طب اتصل باختك قول لها تعرفها ان هو مقلب. مش هما في بيت واحد؟ طيب ايه المشكله؟ كنسل. مش هترد تاني خلاص. ليه؟ مش هترد. ليه؟ ما اعرفش. هو مقلب شكله جد قوي للدرجه دي؟ انا ما اعرفش. المقلب شكله جد قوي للدرجه دي؟ حبكناه صح. الو نعم يا مصطفى. قولي لماما خلاص ما تجيش خلاص هتصرف. مقلب بجد؟ والله خلاص هتصرف. لا مقلب. ماشي سلام. ايه ده بس كده؟ بس كده؟ بس قالت لي خلاص مبروك سلام. بس كده؟ بس كده ده خلاص. انا قلت ايه ده؟ لا قلت ما- هتيجي وهتشتمك وكانت نازله بس كده خلاص؟ لا خلاص ما ايه ده يعني؟ خلاص اغرب ردة فعل انا شفتها في حياتي. خلاص قالت لي. اتصرفت طب ما الحمد قالت لي لله. خلاص اتصرفت خلاص تمام سلام. ردة فعل عنيفه يعني. ده حتى باهتمام ما يسالوش فيك. متاكد ان هم اهلك؟ ايوه ما خلاص هي كده فهمت ان اهو. الو الو ايه يا حبيبتي نازله فين بس بصي. هو كان حد وقفني في الشارع وكده وكان بيعمل مقلب. لا والله. اه والله مين ده اللي وقفك في الشارع؟ واحد بتاع يوتيوب وقفني وبيعمل مقلب. لا والله. اه والله هو قاعد جنبي. طب حرام عليك. انا ما اعرفوش يا طنط على فكره. حقك عليا معلش. الو يا مصطفى. حقك عليا يا امي معلش. يا امي خلاص معلش حقك عليا والله هو كان بيهزر. الو ايوه. ازاي حضرتك؟ حضرتك سامعاني؟ ايوه سامعك. طيب حضرتك كويسه الاول بس؟ احنا كنا بنهزر عامه. احنا دي بتعيط. سهل اكلمها. الو في ايه؟ ايه يا امي ماشي يا مصطفى. خلاص معلش حقك عليا ما تزعليش. ماشي يا مصطفى. انت كويس؟ اه انت فين طيب؟ انا في البلكونه. خلاص يا امي معلش حقك عليا انا هاجي دلوقتي. لا انا مقلب كنت عايز. والله هو وقفني وقال لي نعمل مقلب وكده. هو حضرتك يا طنط هو قال ماما مش هتصدق كده كده فاحنا عشان كده كلمنا حضرتك قال هي مش هتصدق اصلا واول ما نتكلم هتقرش المقلب من اولها. احنا ما نعرفش ان حضرتك هتاخدي المقلب بجد والله فاحنا اسفين يعني. لا يا حبيبي ولا يهمك. يعني انا اسف بجد ان انا ضايقتك والله يعني انا ما كنتش هتصور ان حضرتك يعني ممكن تعيطي او حاجه زي كده. لا يا حبيبي ولا يهمك. انا حتى عمال اقول لحضرتك يعني سيب الريد بول وامسك كنز ويعني ولو هتبعت فودافون كاش خليهم 5 يعني. لا والله ما خدتش بالي خالص. هو- انا لو كان فعلا معايا فلوس على الفودافون كنت بعتها لك. لا يا نهار ابيض ده احنا فدلك شاك كلها. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يحفظك انت وزيك. احنا اسفين بقى معلش تاني مره. لا يا حبيبي ولا يهمك ولا يهمك. هو معانا كده كده احنا كويسين كلنا يعني ما تقلقيش. طب يا حبيبي ماشي ماشي حبيبي. ماشي واحنا اسفين تفضلي لا يا حبيبي ماشي. الو ايه يا امي ماشي يا حبيبي. خلاص حقك عليا ما تزعليش.